باش تجيب هكا شويه وقلت لها الولايه ولا حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السماء لقد صارخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن يا وين البلاد خمشت والبلدية ويني البلاد اتخلقت والبلدية ويني البلاد هملت والبلدية ويني اتخلقت والبلدية ويني البلاد هملت والبلدية ويني البلاد خمشت يا والي وينك البلاد خمشت يا والي وينك البلاد خمشت يا والي وينك الحق العالية الحق العالية الحق العالية الحق العالية يا سيد الوالي حسبي يا سيد الوالي ما جاب بلادنا اخدم ولا روح ما جاب بلادنا اخدم ولا روح ما جاب بلادنا اخدم ولا روح ما جا خمسة يا والي وينك ما جا خمسة يا والي وينك ما جا خمسة يا والي وينك مشكلتها مع البلديه والدوسيات مسكر يجي يسمعنا ويمشي على روحه ويرحم والديه. الله يعيش الوالد. باش نحكي بالعربي القرار اللي صاير من النيابه الخصوصيه احنا نطالبوكم معناتها عندكم قانونا من الناحيه القانونيه من عام 75 عندكم معناتها جهه اشراف على البلديات اللي هي تعرف اللي هي معين فهمتني. احنا طالبين النيابه الخصوصيه دي تمشي على روحها. كيفاش؟ شنو الاليات اللي باش تخليها تمشي على روحها؟ التجمهر هذا نجم شويه سكيت يعيشكم. التجمهر هذا فد معناتها ولايه باجه كامله ولا بلديه باجه فدت من الناس هذوما. تعرف الهينات اللي صارت اخرها معناتها نتاع البي سي الوليد اللي عمره 14 سنه والسيد هكا موقوف معناتها على اساس اللي ياخذ في مقابل واللي هو رئيس البلديه ما في بالوش بيه والنيابه الخصوصيه ما في بالهاش لا هي بالبتات ولا هي بحاجه اخرى. يحبوا يدزوها في الزوال. فهمتني؟ لذا احنا جيناك سلطه الاشراف على البلديه باش تلقى لنا حل جذري مش حل تو وسريع يبارك لك. شويه حكا سيد الوالي وكفاهم حبوا في البلديه والمسؤولين الكل ما يتحملوش والكلها تبحث في بلدينا. خاطر فما سرقه كبيره واقعه في الولايه في البلديه لا لا في الدرج بنتوا 6 ولا 7 اشكاليه مع بعض كلهم يجوا في اطار عام وانتم تقولوا انتم ان النيابه الخصوصيه فانت مخله بالالتزامات انتم في السياق هذا اليوم فهمتي عاملين في مسيره احتجاجيه كل يوم انا عريضه سيد الوالي هاي لكم ذلك نجيبوك النسخه من العريضه فيها الاف المضاءات نتاع الباجيه. انتم كمجتمع مدني وغير شرعيه احترام القانون فهمتي وما يسمح به فهمتي الدستور والقانون انتم احرار ذاتيين ونحن فهمتي كاداره ولا كسلطه زادت فهمتي باش نعملوا الاجراءات القانونيه اللازمه ومع التفاصيل هذه نتاع الماء ونتاع الضوء ونتاع البسين ونتاع كذا هذا يكون موضوع واحد فيه ما ينجم لا نحن طلبنا نحن الوقت اما هو الاطار العام وانه كيف تتعاملون مع الاطار العام هذاك؟ وانتم مش باش تتعاملوا مع الاطار العام. حتى نقول ما نجمش نجاوبك انا تو كيف تتعاملوا هذاك خليك القانون ولا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت مهزله همشونا البلاد همشونا كل متطلبات الحياه نفس نتنفسوا به همشونا تلويث المحيط تلويث البلاد والعباد خلاتنا اليوم مشكورين نلتفوا لانه نحبوا باجه ونحبوا باجه نحبوا باجه في وقفتنا هذه في حراره الشمس واخرها الكارثه المستجده انه فقدت مدينه باجه طفل في 14 من سنه. ليش؟ من جراء هذا التهميش للمنطقه لانه التعيين مثل هذه النيابه الخصوصيه وعدم وجود كفاءات وعدم الاحساس بخصوصيه منطقه باجه هو ضرب للمنطقه كامله. نظف البلاد فلتة العباد نظف البلاد فلتة العباد نيابة بالقرار تمشي تشد الدار نيابة بالقرار تمشي تشد الدار ما فيهاش انا خدام
الحجر، الامن يحمي بهم اليوم، وهذه رشمه للداخليه وعلى راسهم وزير. اليوم عملنا وقفة احتجاجية لأن النيابة الخصوصية نتاع بلدية باجة سيتافيري وبان بالكاشف اللي هي قاعدة تخدم بور دي زانتيري بيرسونيل، وأنا جوز لو دير فما حوايج ماهيش ماشية كما كنا نحكيو من الطرقات، من الإضاءة، من الحاجات الترفيهية، من اللي سالة السينما لا ماشية لا في الثقافة لا في حد شيء، واللي مبركينها البلدية والنيابة الخصوصية اللي مبعوثة تحت راية سياسية وهي معروفة ياسر. إذا نحن اليوم نحتجوا لأن الواقع اللي جرى التجريدة اللي أفاضت الكأس اللي هي مقتل، يتسمى مقتل، فهمني، إنسان مات في البيسين، والبيسين فيها ماء مخزز، ماء نتاع أمطار، بالرغم اللي تنبيهات من مواطنين في باجة باش يفرغ البيسين لأنه ما مخززوا فيه الحجر اللي جرات الكارثة نتاع المرة هذيا. والبلدية والغريب في الأمر رئيس البلدية كي اتصلوا به قال لهم أنا راني في كونجي مانيش لهنا، معناتها يسون فو ايبيردومون دو قاعد يقع، ماهوش قاعد متحمل المسؤولية. الفلوس البلدية قاعدة ماشية توريا ترافير، ما شفناش حاجة اللي تنبأ بخير للباجة، وباجة راهي عريقة ولكن قاعدة قاسي وقوية وتبقى قوية بأهلها وبالناس الصامدين وبأحرارها، فهمني، لأن قاعدة يتعدى عليها حتى من اللي بيجي اللي تاخذ فيه الولايات، أقل بيجي تاخذ ولاية باجة، وهذا يتعني فيه من وقت بورقيبة إلى وقت بن علي إلى الوقت اللي عايشين فيه توا، ونحن إلي تو باش نقوا على بلادنا لأنها ملكنا، وما يشد إنسان باقتراح من المجتمع المدني نتاع باجة ما يشد إنسان إلا ولد بلاده لأنه يعرف تركنا ويعرف كل شيء. المسيرة هذه اللي انطلقت اليوم من نادي باب علي هذا تذكير للباجية اللي بلادكم راهي كبيرة واللي بلادكم راهي عندها تاريخ، وما يغركمش سامحوني في الكلمة البعابس اللي جاوا توا ما يسالش، مش حرش اللغة اليوم وتغشوا ما تغشوش ما يسالش، البعابس اللي جاوا اليوم وسامحوني في جهات الساحل وجهات الجنوب لأن الكلمة مش باهية، الأذيال اللي جاوا اليوم ودخلونا البلديه والمفاصل المؤسسات في باجة لهنا اللي ناس وراهم دزتهم باش تخدم بهم، نقول لكم دويه وراكم لن تمروا وماكمش باش تقيموا فيها الاذان، لانه البلاد ماشي خاليه والبلاد برجال، ونحن نعرفوكم واحد واحد ومش يجي وقت نكشفوكم ومش نحاربوكم. المسيره انطلقت اليوم وقدامنا نادي باب علي، تذكير المسيره النسائيه اللي انطلقت عام 55 قادتها الماجده وسيله بورقيبه الله يرحمها باش خرجوا الاستعمار من باجة. نحن اليوم في باجة حسينا اللي عندنا استعمار جديد، فما استعمار من بعض العباد من بعض التيارات ومن بعض الايديولوجيات اللي من لا فايده باش نذكروها تو والناس الكل تعرف، فما ناس حبت تجي ترجعنا نعيشوا 50 سنه لتالي، ناس معناها دخلونا لهنا البلديه باش يرجعوا يعيشونا في الظلام ويعيشونا في الزبله، عباره على باجة لا عرفت حضاره لا عرفت حتى حاجه، دور بلاد كامله من قدام الكنيسيه حتىش المعقوله ما تلقاش بوبيلا بابيي. وين الفلوس نتاع البلديه؟ زعما هذا كله هم عجزوا باش يعملوا لي بوبيل. احنا اليوم نحسوا لي الامور ولات مقصود. احنا الباجيه تو اليوم قلنا كلمتنا ومازلنا مش نقولوا كلمتنا ومش نساعدوا، وجميع اشكال النضال السلميه والحضاريه اللي متميزه بها البلاد هذه الكبيره العظيمه باجة كلها متاح، كل اشكال النضال كلها متاح. وانا نحب نوجه كلمه للناس اللي عينت الجماعه ذوم واللي هما معينين في الواقع، نقول لهم باجة راهي بلاد عظيمه، باجة برجال ماهيش هجال، ماناش نستناو في واحد يجينا من سليانه وواحد يجينا من ماز بورقيبه وواحد يجينا من الجم باش يدخل لنا للمجلس البلدي في وقت القانون يقول ما يدخل المجلس البلدي كان اللي عنده دار ملك في المنطقه البلديه ويكون باجي حر عايش فيها اقل حاجه 20 سنه. اليوم نلقاو ناس من ولايات اخرى واحترامي لتونس الكل يجي يدخلوا البلديه بس صلحوا لي داري، انا داري كي تشقق من داخل ما نجم نصلحها كان انا وما نحس بها كان ما نجيب الجاري يصلح لي داري من داخل. ولذا اليوم يا نيابه خصوصيه اللي طون باش تمشيوا على رواحكم، ونحن راهو ما عندناش مشكله معاكم في الشارع، نشربوا معاكم قهوه، نصبحوا عليكم، نمسيوا عليكم مالكم الا خاينه توانس، ما عندناش مشكله معاكم، اما كمسؤولين فشلتوا خليوا بقعتكم وبراوا لارواحكم ودافعوا الله مكان عاطل. الهينات والمهازل اللي صارت في بلديه باجة هي مهازل كانت نتيجه تراكمات، اولها غياب الاناره، بلاد مهمله لم نشهد مثل معناتها مدينه باجة بمثل هذه الشاكله في ايامات النيابه الخصوصيه هذه، وما افاض الكاس هو موت معناتها 14 سنه طفل في ريعان شبابه معناتها يتوفى باش بالاهمال والتقصير نقول نتاع النيابه الخصوصيه، على اساس ما يتحملش المسؤوليه 100%، جزء من المسؤوليه، لكن من يشرف على الحارس ومن يشرف على مواطني باجة هذه النيابه الخصوصيه، هذه النيابه الخصوصيه هي نيابه خصوصيه مهزله، لانها حتى مواطن ما تدخل ونخب للناس هذوما ما نعرفهمش، كان نسال اي شخص شكون تعرف منهم تقول لك ما نعرفهمش، من جاي من كل حد من وصوب. ولاد باجة وينهم؟ تاريخ باجة شكون صنعوا؟ هم ولاد باجة،
وانا نشدد الهمم على كل مواطني بيجا باش يقفوا وقفه حازمه من اجل اجتثاث هذم الاشخاص اللي ما ساهموش في تطور مدينه بيجا بقدر ما ساهموا في خرابها، بقدر ما ساهموا في الاوساخ نتاعها، وبقدر ما ساهموا في تهميش هذه المنطقه. هي مهمشه وزيد نيابه معناتها نيابه خصوصيه زادت همشتنا مع التهميش على تهميش ودرجات من التهميش. على هذا نطلب كل مواطن بيجا وقفه حازمه من اجل مع تحديد المصير بلدية بيجا، لأنه مصيرها متحدد كان بولادها. كيما الطفل اللي مات الله يرحمه ويصبر عائلته هو ضحية، حتى خلي راهو ضحية. معناها دخل هو يعس، جابوه معوض ماهوش حياته كامل على الساس، راه جابوه نهار يعوض صباح مطلوب، نهار العيد نهار مبروك صباح هو مطلوب. البلدية تتحمل مسؤولية، خاطر لو كان جاي الحيط عالي ما يوصلوش ينقزوا له، هما ثكنات وقزرنات ويدخلوا لهم ويقتحموهم، فما بالك حارس وحده في بيسين، الحيط واطي الباب واطي، الاولاد ينقزوا له، لا هو مانع هو من السبان، لا هو مانع من الواحد. فوق هذايا الكل فوق هذايا الكل لو كان جاي الحيط واطي ما وصلش طفل دخل وما وصلش مات، وكان جاي الحيط عالي ولو كان جاي البيسين فارغ من الماء ما كانش يصير اللي يصير. البيسين راهو كارثه ماهوش فيه جيفه، فيه كلاب جيفه، فيه دود، فيه ناموس، فيه للمساكنين غادي يتضروا من ناموسهم الواحد، فهمتني؟ لذلك اخويا وصلوا لنا صوتنا وهذاك هو. خلي راهو مظلوم عس يخدم بو صغار ياخذ في 200 دينار، صباح مطلوب في طفل ميت الله يرحمه هو، لكن مسؤوليه البلديه قبل كل شيء، كان عنده مسؤوليه يتحملها ماناش ضد القانون، لكن البلديه تتحملها قبل كل شيء.